السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهارده فيديو جديد، باترون جديد. باترون تقريبا مش موجود، بس انا دورت عليه وبحثت عنه وجمعته وتعبت فيه صراحة جدا لحد ما طلعت لكم التحفة دي. هي تبان صعبة بس لذيذة جدا وجميل جدا يا بنات في الشغل وممتع، بيطلع نتيجة ممتازة. هعمل لكم الباترون ان شاء الله اجزاء وانزله لكم في الفيديو. اعملوا سكرين شوت وخدوه براحتكم، ولو اي سؤال او استفسار او نقطة ما عرفتهاش في الباترون او في الشغل اسألوني تاني فيها، وانا هعمل لكم ليها دورات تعليمية تعملوا معايا التحفة الجميلة دي. فيديو هنعمل فيه الوحدة او التشبيك اللي هو ده ان شاء الله، والفيديو التاني هنعمل فيه الاطار اللي هو اطار الكورنيش ده، اطار المفرش مكون من 5 اسطر. فان شاء الله تستمتعوا معايا وتعملوه احسن من ده كمان واجمل منه، واختار الالوان براحتك. وقبل ما نبدا اشتركي لو لسه اول مره تشوفيني وتقولي لي بتتابعيني منين، واعملي لي لايك وتعليق. ومتابعين الجمال شوفوا عاوزين ايه تاني، شوف إيه عاوزين ايه باترونات تانية وانا تحت امركم. واعملي لي لايك وتعليق وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدا الفيديو. هنستخدم النهارده يا بنات خيط القطن الايطالي. هستخدم اللونين دول كافيه ووايت باللون السكري ده. الخيط حلو خالص، هاتيه بس من حد يكون كويس. تمام. هنعمل الوحدات دي، انا هعمل مفرش صغير 4 وحدات، هعملهم كده. هعمل الرابعة دلوقتي كده اللون ايه الوايت. هنحتاج ايه مقص، هستخدم ابرة 3 وابرة التنظيف معدنها الصغيرة عشان تبقى رفيعة، عشان ده ايه كله غرزة حشو فلازم رفيعة، او لو عندك ابرة خياطة تدخليها من الظهر هتبقى كويسة خالص. تمام. يلا نبدأ. بسم الله. بصوا يا بنات الدايرة السحرية اهي، بلفها كده على صباعيني كده اهي، الناحية التانية كده بسند بايدي دي كده، باخد من تحت اخد اللي فوق دي. بسم الله. هعمل كام العمود 3 سلاسل ارتفاع العمود وسلسلتين، هيبقى فراغ بين العواميد. تمام. بعد كده بلف الخيط، هعمل عمود في نفس الدايرة، سلسلتين فراغ، عمود. هعمل كام؟ هعمل 8 بين كل عمود وعمود في سلسلتين فراغ، سلسلتين. اخر عمود اهو يا بنات 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. مننساش سلسلتين فراغ قبل ما اقفل، بشد الخيط بتاع الدايره. بقفل فين؟ السلسله الثالثه اهي، 1 2 3، ودول السلسلتين الفراغ الاولانيين. بقفل بمنزلقه، شد الخيط بتاعي كويس من تحت كده اهي. 8 عواميد بينهم بين كل عمود والتاني سلسلتين. بعد كده ارتفع سلسله. شايفين احنا ايه في نفس المكان هنعمل حشو على العمود الاول على 3 سلاسل. بعد كده في سلسلتين الفراغ هعمل فيهم 3 حشو، يبقى هعمل على عمود حشو وفي الفراغ 3 حشو. تمام اهي، على عمود حشو، هدخل تحت الحلقتين واعمل حشو. بعد كده كل فراغ هعمل 3 حشو، 3 حشو.
هكمل الدايرة برضو بنفس النظام، فوق كل عمود حشو اهي، تحت الحلقتين اهو، وفي الفراغ 3 حشو. كمل الدايرة للآخر. اخر غرزة حشو اهي في الصف، بمجموع 32 غرزة حشو. هقفل فين اهو، اول غرزة حشو بدخل تحت الحلقتين كده واعمل ايه منزلقة، اطلع اسحبها من الخيط اللي على الابرة تمام، ارتفع سلسلة تانية نفس المكان حشو، بعد كده ايه حشو. الغرزة التالتة هعمل فيها 2 حشو، هيبقى نظام التزايد بتاعي ايه 2 مفرد واحدة تزايد كده، واحدة اهي حشو حشو مفرد، يعني واحدة واللي وراها، والتالتة 2 حشو في نفس المكان، يبقى 2 مفرد واحدة تزايد، 2 مفرد واحدة ايه تزايد، يعني كده فوق كل حشو واحدة، اللي وراها واحدة، اما الغرزة التالتة بعديها 2 في نفس المكان. كمل برضو للاخر وارجع. خلصت اوصف يا بنات، يبقى ايه 2 حشو مفرد واحدة تزايد، مجموع 42 اخر السطر ده. هنقفل فين اهي في الحشو، ندخل تحت الحشو كده، نسحب الخيط، نطلع من الخيط اللي على الابره كده، عملت غرزة منزلقة. طيب السطر اللي جاي ايه، هرتفع 9 سلاسل علشان هعمل الدوران ده 9 سلاسل. بصوا 1 2 3 4 6 7 8 9، دي وش الشغل تمام. هعمل ايه، هقلب الشغل كده، هسيب اللي انا شغاله فيها دي غرزه 2، الغرزه الثالثه اهي كده بعمل حشو، هكررها معاكم كتير احفظوها. بعد الحشو سلسله، بلف الشغل تاني على وشي كده اهو، بعمل 3 حشو 2 3، بعد كده غرزه بيكو. غرزه البيكو ازاي يا بنات، بعمل غرزه 2 3 سلسله، وبقفل فين، شايفين الحشو دي اهي، باخد الضلع بتاعها اللي فوق والضلع اللي بالجنب، او الضلع بس، المهم الضلعين كده اهو، واطلع منزلقة من ال3، هطلع من ال3 كده، هكررها كتير معاكم. طيب 3 حشو واحدة بيكو، 3 حشو تانية اهي، 1 2 3، بعد كده عاوزين نعمل غرزة بيكو 3 سلاسل، نعمل ايه اهو حشوة اهي، ناخد الضلع اللي فوق والضلع اللي بالجنب اهو كده اهي، 3 على الابرة، بسحب الخيط واطلع من ال3 مع بعض اهي كده، عملت غرزة بيكو يبقى 2. بعد كده هعمل 3 حشو تانية، 1 2 3 حشو، بعد 3 حشو ايه بيكو، يبقى 3 سلسلة، بدخل تحت اهي حشو كده، دي كده باخد الضلعين واسحب الخيط واطلع ايه من ال3 كلهم منزلقة. بعد كده اظبط شغلي، بعمل 3 حشو في نفس المكان، 1 2 3،
انا عملت ايه هنا؟ ارتفعت 9 سلاسل، قلبت الشغل، قفلت بعد 3 غرز. بعد كده طلعت 3 حشو، ارتفعت سلسلة، 3 حشو، واحدة بيكو، 3 حشو، واحدة بيكو، 3 حشو، واحدة بيكو، 3 حشو. يبقى المجموع 3 بيكو في نفس الايه الفستونة دي كده. تمام. طيب الخطوة اللي جاية ايه؟ انت هتحسوها مكلكعة بس ايه، هي بسيطة. اول ما تعملي اول واحدة هتلاقي نفسك سهلة معاكي. بصوا بعد كده هعمل 9 سلاسل تانية، 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. صح؟ انا وش الشغل اهو اهو كده. هقلب الشغل مرة تانية كده واشتغل فين؟ فاكرين 3 حشو دول؟ بدخل في الغرزة اللي في النص التانية اهي اهي. في 3 حشو بين البيكو، 1 2 3، بدخل في اللي في النص اهي كده واعمل حشو اهي. بعمل 9 سلاسل تانية، بقفل فين؟ في الحشو اللي وراهم اهو. بعد البيكو في 3 حشو، هقفل في اللي في النص اللي هي الحشو التانية اهي ده، هعمل حشو اهي. بعد كده بعمل 9 سلاسل تانية، هعمل ايه بقى؟ هقفل هنا. فاكرين اللي هي الغرزة اللي قفلنا فيها دي على السطر نفسه اهي، بدخل فيها بعمل حشو او منزلقة اهي. تمام كده. ده ظهر الشغل اهو، هو سطر عدل، سطر مقلوب، سطر عدل، وهكذا لحد ما ايه ما تطلع الفستونة دي كلها كده اهي. طيب انا كده ايه ظهر الشغل اهو. دول كده هعمل ايه؟ هلف الشغل طبيعي دلوقتي كده. لفيت الشغل اهو، وشه قدامي اهو. هرتفع سلسلة، هعمل ايه الشغل هنا ايه؟ هعمل 2 حشو، 2 حشو اهو. بعد كده 2 نص عمود، بحط الخيط على الابرة، بدخل بسحب الخيط واطلع من ال3 لفات. ده نص عمود، بلف الخيط، بدخل تحت الشغل، بسحبه وبطلع من 3 لفات. عملت ايه؟ 2 غرزة نص عمود. بعد كده هعمل 8 عمود، 1 2 8 عواميد. عملت 2 حشو، 2 نص عمود، 8 عمود. بعد كده هرجع اعمل 2 نص عمود، الف الخيط واخد من 3 مع بعض، واحدة تانية نص عمود اهي. بعد كده 2 حشو، يعني الفستانة دي ببدأها ب2 حشو، 2 نص عمود، 8 عمود. بعد كده 2 نص عمود، 2 حشو اهي. هكرر في ال3 التانيين في ال2 التانيين دول كده، يعني ببدأ بحشو، حشو، نص عمود، نص عمود، 8 عواميد، تمن عواميد،
بعد كده 2 نص عمود و2 حشو، 2 حشو اهي ظهرت دي زي دي كده. التالتة برضو زيها بالظبط، مفيش اي اختلاف. بعد كده يا بنات هنا دي زي دي زي كلهم تكرار، الشغل اللي جاي ده تكرار، بس فيه بس تركه بس بسيطه اللي هي بنوصل كل فستونه بالتانية. تمام. يعني انا هخلص دي كده وارجع لكم هعمل التانية كلها معاكم عشان نشبكهم مع بعض. خلصت التالتة اهي يا بنات. يبقى ايه 2 حشو 2 نص عمود 8 عواميد 2 نص عمود 2 حشو. تمام. طيب هقفل فين؟ شايفين الغرزة اللي انا طلعت منها دي اللي بدأت بيها السلاسل؟ هدخل فيها هي تاني كده، او لو دخلت اللي في اللي وراها مش هيجرى حاجة، بس ايه نمشي مظبوط نطلع بايه منزلقة. طيب انا عاوزة اعمل هنا 11 منزلقة، 11 غرزة منزلقة على الحشو، همشي 11 غرزة منزلقة. بصوا اهي بدخل تحت الحلقتين الحشو اهي كده، بسحب الخيط، بعمل ايه بطلع من الحلقة اللي على الابرة مرة تانية، بدخل تحت الحلقتين بسحب الخيط، بطلع من الحلقة اللي على الابرة، بدخل تحت الحلقتين اهي، بسحب الخيط، واطلع من الحلقة اللي على الابرة. هعمل 11 دول 3 11 اهي يا بنات غرزة ايه منزلقة. ادخل تحت الحلقتين بسحب الخيط بس عشان غرزة الحشو، بطلع من الحلقة اللي على ايه اللي على الابرة اهي. تمام. طيب هنعمل 9 سلاسل، احنا هنعد دي تاني كده بالظبط، بس قبل ما نخلص لازم نشبك في دي فايه الاول نعمل كده بالترتيب 2 3 4 5 9 سلاسل. نقلب الشغل نعمل ايه بنسيب اللي فيها طالعه منها السلاسل، بنعد 1 2 ندخل في الغرزة الثالثة اهي تحت الحلقتين او تحت المنزلقة عادي اهي، نعمل حشو، شد الخيط كده اهي، عملنا حلقة مكونة من 9 سلاسل. بعد كده برتفع سلسلة واعدل الشغل تاني اهو. هعمل ايه هكرر 3 حشو 2 3 بيكو 1 2 3 سلاسل، بقفل في تحت الحلقتين بتوع الحشو، بطلع منهم كلهم بايه بمنزلقة كده. بعد كده 3 حشو وهكذا. بنهيها ب3 حشو اهو. بعد كده برتفع 9 سلاسل، بقفل فين اهو الحشو اللي بين البيكو والبيكو في 3 حشو، بقفل في التانية اللي في النص اهي، بكرر 9 سلاسل واقفل هنا 9 سلاسل واقفل هنا في الاخر. بقفل فين يا بنات اهو الغرزة اللي طلعت منها اهي، بدخل فيها هي نفسها
واعمل ايه غرزة حشو. ارتفع سلسلة، اعدل الشغل مرة تانية اهي، ومرة بنقلب الشغل ومرة بنعدل الشغل اهي. هنا بقى هنعمل ايه، هنكرر زي هنا 2 حشو 2 عمود، 2 حشو 1 2 2 نص عمود 1 2. تمام. طيب هنا اهي كده، قبل ما اكمل العواميد دي لازم اشبك دي مع دي زي كده اهي، كده نبقى ماشيين بقى اهو زي كده. كل فستونة من دي او كل زهرة دي تشبك بالبتلة اللي بعدها. تمام. طيب انا عملت 2 حشو 2 عمود، هعمل ايه اهي علشان بس اعدل بقلب الشغل كده. بصوا ادي حشو 2 نص العمود نص العمود، يبقى في نص العمود التانية بدخل تحت الحلقتين واسحب الخيط واعمل ايه غرزة حشو كده. انا شبكت البتلة دي بالبتلة دي. بعد كده بعمل العواميد بتاعتي العادية خالص اللي هما ايه 8 عواميد. تمانية، بعد التمانية 2 نص عمود و2 حشو، 2 نص عمود، بعد كده غرزتين ايه حشو اهي كده نفس البتلة اهي. الاختلاف بس ان احنا في الغرزة التانية من نص عمود شبكنا هنا. طيب هنا بقى تكرار 2 حشو 2 نص عمود 8 عواميد 2 نص عمود 2 حشو، وهكذا لهنا، ونقفل هنا ونعمل 11 غرزة منزلقة. بعد كده نطلع بالبتلة دي، يعني ده تكرار والتشبيك ده برضو تكرار. بصوا انا هخلص دي وارجع لكم هنا برضو عشان المعلومة تثبت. خلصت البتلة اهو يا بنات. بقفل فين نفس المكان اللي انا كنت طالعه منه اهو، بدخل فيه اهي واسحب الخيط واعمل ايه منزلقة. هعمل 11 منزلقة. احداشر منزلقة اهي. هكرر ده تاني 9 سلاسل. بعد التسعة بعمل ايه بقلب الشغل. يبقى انا في البداية بقلب وبعدل وبقلب تاني وبعدل في البتلة الواحدة بقلب مرتين وبعدل مرتين الشغل عشان تطلع ايه معدولة. طيب بعمل ايه بسيب اللي هي طالع منها السلاسل، بعد غرزة 2 في الغرزة الثالثة بدخل تحت الحلقتين او تحت المنزلقة اهي، اطلع كده الخيط واسحب بعمل ايه حشو. هكرر نفس البتلة دي بالظبط يا بنات. هعمل 3 حشو بيكو 3 حشو بيكو 3 حشو بيكو حشو 9 سلاسل. بقلب الشغل وبعمل ايه 9 سلاسل هنا في وسط الحشو. بعد كده بقلب الشغل تاني وبعمل ايه البتلات. خلصت دي وارجع لكم عندي التشبيك هنا. رجعت اهو يا بنات بعد ما عملت الحشو والبيكو وعملت وقلبت الشغل وعملت 9 سلاسل حشو 9 سلاسل حشو. بعد كده حشو هنا ارتفعت بسلسلة علشان اعمل ايه بعمل 9 سلاسل دول كده 2 حشو بعد كده 2 نص عمود اهو. بعد الاتنين نص عمود بالظبط بشبك فين في البتلة السابقة اهي. بعمل ايه
ادي حشو 2 نص عمود نص عمود، يبقى في نص العمود التاني اهي بدخل تحت الحلقتين اهي كده، واسحب الخيط واعمل ايه غرزة حشو، واكمل البتلة بتاعتي عادي خالص اللي هي العواميد 8 عواميد واخلصها. بعد ال8 عواميد هنا 2 نص عمود 2 حشو، بعمل دي نفس النظام ودي كده. بعد كده المنزلقة واعمل البتلة الرابعة. تمام، هرجع لكم في البتلة الرابعة علشان نشبك هنا وتتشبك هنا كمان. تمام، انا هخلص البتلة دي وارجع لكم. وصلت اهو يا بنات، عملت البتلة الرابعة، فانا ايه كررت نفس ده الشغل نفسه بالظبط. عملت البتلة التالتة، فاضل هنا التشبيك الاخير في الواحدة اهي بالبتلة الرابعة. فانا خلصت ال8 عواميد اهم، فاضل ايه في البتلة هنا 2 نص عمود و2 حشو. يبقى هعمل قبل ما اعمل النص عمود هشبك فين اهي، هشبك في البتلة الاولى في الشكل اهي. بنعمل ايه بقى؟ عد الحشو، انا كان عندي حشو 2 ونص عمود ونص عمود. نص عمود بعمل كده بدخل تحت الحلقتين اهو، بطلع بعمل ايه حشو. تمام، طيب البتلة اللي لسه هنا ناقصة فاضل لها النص عمود والحشو. بلف الخيط وهعمل 2 نص عمود 2 نص عمود و2 حشو كده اهي كده. خلصت البتلات كلهم زي بعض وشبكت. تمام، فاضل خطوة واحدة بس كده ان احنا نعمل ايه. هنا فاضل حوالي 7 غرز هنا او 8. بدخل هنا واعمل ايه حشو عشان يبقى الداير كله حشو زي بعض، منزلقة قصدي، يبقى الداير كله منزلقة زي بعضه، ما يبقاش الحتة دي منزلقة والحتة دي لا اهي، يبقى كله كده زي بعضه اهي كله منزلقة. خلصتم دول. اخر غرزة منزلقة اهي، بقفل فين البتلة الاولى اهي. البتلة الاولى كنا طالعين ب2 حشو، يبقى هقفل في اول غرزة حشو اهي، اول غرزة حشو. دخل الابرة تحت الضلعين، بسحب الخيط، دخل اهو تحت الحلقتين، بسحب الخيط اهي، اطلع من الخيط اللي على الابرة كده عملت منزلقة، واعمل سلسلة تثبيت، شد الخيط واقصه كده. بالنسبة لنا الوحدة خلصت. تمام اهي. صراحة يا بنات التعب فيها ممتع والنتيجة بتنسيكي اي تعب. شوفوا، طيب انا كده خلصت الوحدة، فاضل سطر واحد بس هو بيتعمل مع التشبيك. تمام كده، علشان اشبك كل الوحدات مع بعض لازم السطر الاخير عبارة عن حشو وغرز بيكو بس. اول وحدة في المفرش او اول وحدة في المشروع اللي انت هتعمليه لازم كلها تتقفل باخر سطر. تمام، سيب ده كده على جنب. احنا هنا الاول نحوطها كلها باخر سطر عبارة عن حشو وبيكو، وبعد كده نشبك. تمام، نعمل ايه بسم الله. عقدة بداية اهي. تمام، شايفين اي بتلة براحتك، اللي خلصت ماشي، الاولى ما اي واحدة كلهم زي بعض. بص هنعمل ايه، احنا اي بتلة بتبدأ بايه اهي 2 حشو وهكذا. لا انا هاخد اللي في النص. بصوا اهو، يعني دي واحدة دي هما 3، هاخد اللي في النص هعمل فيها ايه اهو يا بنات. هاخد البتلة اللي في النص عبارة كانت ايه حشو حشو عمود عمود. تمام، هاخد برضو العمود اللي قصدي نص عمود، يبقى كانت حشو حشو نص عمود نص عمود،
هاخد نص عمود الايه الاولاني اهو، الاول نص عمود الاولاني، واسحب الخيط. لازم نشد الخيط كده بتاعنا عشان يثبت. بصوا انا اللي هنضفه معايا في الشغل، واما الاولى دي والاخيره هنضفهم بالابره. بصوا انا باخد الخيط معايا كده على الابره، هعمل سلسله بدايه اهي كده، واسيب دي كده. طيب نفس المكان هعمل حشو، تمام، حشو تانية اهي، الغرزة التالتة حشو، عملت 3 حشو، هعمل 3 سلسلة، هعمل غرزة بيكو بس مش هقفلها في نفسها زي اللي فاتت، لا هقفلها في الغرزة اللي وراها دي على طول اهي، الغرزة اللي وراها دي كده على طول بحشو اهي، تمام. 3 حشو غرزة، يعني هو دي اسمها بيكو ومش بيكو في نفس الوقت، اللي هي 3 حشو 3 سلسلة حشو في الغرزة اللي بعدها، هي ليه بيكو عشان اعطيني نفس الشكل بس كده، تمام. طيب عملنا حشو 2 3 في الوحدات دي اللي في النص يا بنات، بس البيكو اللي في النص هتبقى من 5 غرز، 3 4 5. وانا في مفارش عملتها 3 ما اتأثرتش، بس نمشي زي الباترون بالظبط. الحشو اللي وراها ايه حشو اهي، بعد كده حشو. انت بتحسي الاول الدنيا بس لسه صعبة او لسه غريبة، بس بعد ايه لما تكرري كتير هتلاقيها سهلة جدا يعني، تمام. اديك 3 حشو اهو، عملنا ايه 3 حشو 3 سلاسل 3 حشو 3 سلاسل 5 3 سلاسل، هنا هنعمل 3 سلاسل 3 ايوه سلاسل حشو في اللي وراها على طول. نكمل الوحدة دي حشو، هيطلعوا برضو 3 أو 4 في الآخر فعادي. 2 اهو 3 بس عشان ايه خلاص كفاية خدنا في التنظيف. تمام كده اهو، يبقى 3 سلاسل حشو 5 سلاسل حشو 3 سلاسل حشو 3. بصوا كده انا اكتفيت بالثلاث حشو. ليه؟ الاتنين الحشو الاولى في البتلة بتجاهلهم، والاتنين اللي قصادهم بتجاهلهم، تمام. بقفل فين؟ بسيب الاتنين حشو، بقفل في النص عمود الاولى في البتلة اللي جاية اهي بحشو. بصوا اهي تديني الشكل ده كده، حشو 2 3. البتلات اللي على جنب بيبقى فيها 2 بس بيكو. ازاي؟ انا عملت 3 اهو، 3 سلاسل الغرزة اللي وراها حشو 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 كده 3 حشو، نطلع ب3 سلاسل، نعمل ايه حشو في اللي وراها على طول برضو. لما يبقى الشغل مظبوط هتلاقي العدد مظبوط انت ماشيه، يعني 3 حشو اهو، تمام. هو طبيعي هنا قافل اهو، بس هنقفلها تاني طبعا. نعمل الحشو دي اهي، هنا شابك النص عمود اللي احنا شبكناه هنطلع فيه، او الغرزه اهو نفس الغرزه اهي كده، نعمل الحشو بتاعنا واصله. يبقى البتله هي اللي في النص بس اللي فيها 3، اما اللي على الجناب دول فيهم 2 بس بيكو، اللي هي الفراغات 2 بس، تمام. لما يكمل الشغل ايه واحده واحده هتفهميه اكتر. طيب البتله دي على جنب يبقى فيها 2، احنا عملنا حشو 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 كده 3 حشو
3 سلاسل، نقفل في الغرزة اللي وراها بحشو، حشو، حشو كده ايه تمام. اللي جايه ايه سلاسل 3، نقفل فين حشو في اللي وراها اهي. بعد كده نكمل الحشو بتاعنا العادي، حشو بقى هيتفضل هنا ايه اهو الحشو دي كده 2 حشو الاولى اهي اللي كانوا شغالين فيها، هتجاهلهم وتجاهل ال2 اللي قصادهم واقفل فين في العمود الاول اهو من البتله دي اللي في النص. احنا وصلنا كده للبتله اللي في النص، يبقى حشو 2 3، بعد كده 3 سلاسل، حشو في الغرزة اللي وراها على طول، يبقى نعمل 3 حشو ورا بعض. وصلنا لنص البتلة بالظبط، هنعمل كام 5 سلاسل اهي، نقفلها فين في الحشو اللي وراها اهو كده 3 حشو ورا بعض اهي. نعمل ايه 3 سلاسل، بعد كده نخلص بحشو. هتلاقي الشغل سلس معاكي اول ما تعملي بس اول بتلة، مش هتتلخبطي تمام كده. حشو، حشو التانية اهي اللي وراها 3 حشو اهي، اللي قصادها اهي بنتخطى ال2 الحشو قصاد ال2 الحشو دول، وبنقفل في اول نص عمود اهي كده. دي البتلة اللي على جنب اللي هتبقى فيها ايه 2 بس فراغ او 2 بس بيكو. بعد ال3 حشو بنعمل 3 سلاسل، بنقفل الحشو اللي وراها بحشو، نعمل 3 حشو ورا بعض، 3 سلاسل، نقفل الحشو اللي وراها، دي هتبقى ايه 4 حشو، هتنتهي ب4 حشو عشان دي البتلة اللي على جنب اهي. دي الرابعة، تلاقي نفسك هنا هتشبكي في التانية برضو في نص العمود اهي، تعملي حشو وهكذا تكرري نفس الشغل بالظبط. احنا كده خلصنا البتلة كلها اهي. احنا بدأنا من البتلة اللي في النص اهي علشان هي اللي فيها 3 بيكو، يعني واحدة ب3 سلاسل واللي في النص ب5، دي 2 اللي في النص هتبقى 3، 2 ب3، وواحدة اللي في النص ب5 سلاسل تمام. نرجع ب2 وهكذا يعني بنات اهو كله ده تكرار. انا شغلي هنا دلوقتي لما بقفل كل بتلة والتانية بقفل في اول غرزة نص عمود وبتخطى ال2 الحشو اهي. شايفين الفراغ ده، شايفين الفراغ ده اهو كده، هو ده ايه كان الحشو. بتخطى ال2 الحشو وايه بروح هنا هكمل البتلتين التانيين دول نفس النظام بالظبط لحد ما اوصل هنا وارجع لك اهو. خلصت من يا بنات اهو، خلصت ال4 نواحي الاخيره اهي. لما بنقفل بناخد دي في دي حشو غرزة النص عمود، 3 حشو 3 سلاسل، بنقفل وراها 3 حشو 3 سلاسل 3 حشو، بيتفضل ايه ال2 الحشو وقصادهم هما 2 حشو، نتخطى دول ونتخطى دول ونقفل في اول غرزة حشو عملناها اهي تحت الحلقتين. نطلع الابرة، نطلع الخيط من الناحية التانية، سلسلة تثبيت، نشد الخيط ونقص الخيط ايه خلاص بتاعنا كده. كده الوحدة بتاعتنا خلصت. فاضل لي خطوة قبل ما نشبك دول يا بنات. نعمل ايه هننضف بس عشان ما نتعبش بعدين اهي على ظهر الشغل طبعا التنظيف، بس همشي بظهر الابرة عشان السن بتاعها ما ياخدش الخيط معايا اهو. بختار الخيوط اللي هي الغرز الضيقة
كده، وامشي تحت الغرز اهي كده. نقص الخيط بتاعنا كده. الوحدة بتاعتنا خلصت اهي يا بنات اهي، واحدة جميلة جدا.